الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المحشي. قبل ما ابدا الفيديو من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي طلعوا من القناه وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بص يا ستي، طبعا المحشي عايز طبعا بصل كتير. انا جايب هنا 5 بصلات اهو متوسطين، هقطعهم ونيجي مع بعض. جماعه كده قطعت البصل، هحطه بقى على البوتاجاز ونيجي مع بعض. يا جماعه كده حطيت البصل على النار اهو، حطيت ورقه غلط. هنقلب بقى كده، هنحط رشه سكر، رشه مش كتير يا جماعه، ماشي. ونقلب بقى كده لحد بس ما يتكرمل بس البصلايه، ماشي. ونيجي مع بعض. حطيت الزيت والسمنه، ماشي. ونقلب بقى كده واسيبها بقى على النار كده، ماشي، لغايه ما تحمر شويه ونيجي مع بعض. يا جماعه كده خلاص البصلايه ايه ما شاء الله اتحمرت، ماشي. انا عايزاها اللون ده. نحط بقى القوطه، نحط بقى التوابل ونيجي مع بعض. يا جماعه كده التقليه اتسبكت. تعرفي ازاي؟ لما تلاقي السمنه او الزيت اللي انت حطاه طلع فوق كده، كده خلاص التقليه اتسبكت. هنحط بقى الرز ونيجي مع بعض. بقى هنقور الحاجات. انا بعمل دلوقتي الفلفل، هقور الكوسه البتنجان ونيجي مع بعض. يا ستي طبعا بعد ما قورنا الحاجات لازم تتغسل كذا مره، وبعد كده بتحطي شويه خل، ماشي، وتسيبيه 10 دقايق، وقبل ما تيجي تحشي تشطفيه، وبعد كده ايه نحشي بقى. مع الرز اهو وبس، هو لونه احمر بس مش باين ما شاء الله. بص هنفضيه بقى ونيجي نحشي. خلصنا البتنجان والكوسه والفلفل، هنحط بقى الشوربه ونحطها على البوتاجاز ونيجي ايه نعمل ورق العنب والكرنب. كده خلصنا المحشي اهو ما شاء الله، شايفين اهو بألف هنا وشفا. بصوا يا جماعه كده المحشي خلص اهو، ماشي، وبألف هنا وشفا.